من اكتر العربيات اللي اتطلب مني اصورها في موسم الرياض السنه دي وفوجئت الحقيقه هي العربيه دي، وهي المرسيدس الاس ال اس الاي ام جي. والعربيه دي الحقيقه انا بحبها جدا وبحبها من زمان، واتذكر ان انا سنه 2015 2016 في الحته دي كنت هصورها في مصر فيديو عالمي، بس الحقيقه حصل في الظروف ظروف وما قدرتش، كنت ساعتها غلبان ومعيش فلوس فما عرفتش اصورها، يعني قصه طويله ما تشغلوش بالكم. بس اهو احنا النهارده في 2024 في موسم الرياض وهصور لكم العربيه دي، لا واخد فلوس كمان، يعني بصورها واخد فلوس، فتشوفوا المفارقه. العربيه اللي بنتكلم عليها النهارده هي المرسيدس الاس ال اس الاي ام جي، واحده من اساطير عربيات مرسيدس واللي سابت بصمه في تاريخ مرسيدس، بالرغم ان هي مش من زمان قوي، العربيه نزلت سنه 2010، ولكن هي عربيه كانت نزولها كان مهم جدا لمرسيدس لاسباب كتيره. السبب الاساسي ان هي كانت جايه بعد خناقه وشردحه. الحقيقه العربيه دي جت بعد حقبه انفصال مرسيدس عن ماكلارين. قبل العربيه دي مرسيدس وماكلارين كانوا متحدين، فكانوا بيعملوا عربيات مع بعض، فعملوا بروجكت سوا اللي هو الاس ال ار. الاس ال ار دي العربيه اللي انا صورتها لكم السنه اللي فاتت في موسم الرياض. والحقيقه مرسيدس وماكلارين اختلفوا في حاجات كتيره جدا في الاس ال ار، دول كانوا عايزين يعملوا حاجات بطريقتهم ودول كانوا عايزين يعملوا حاجات بطريقتهم، لغايه ما في الاخر فضلوا ينكشوا في بعض كده لغايه ما انفصلوا عن بعض. ففي انفصالهم بقى اللي حصل ايه؟ ان ماكلارين استقلت بذاتها، فتحت بقى لنفسها شركه لوحدها وخدت معرض على ال90 على ناصيه كده واخد 3 واجهات، وقرروا ان هم يعملوا ماكلارين اوتوموتيف وعملوا العربيه الماكلارين الام بي 4 12 سي. طبعا دي كانت العربيه اللي عملوها بعد ما خرجوا من بروجكت الاس ال ار، وعملوا بقى الحاجات بمزاجهم بقى، الشاسيه بقى الكربون فايبر والمش عارف ايه، يعني بدون الدخول في تفاصيل. فطبعا مرسيدس ساعتها كان هيبقى منظرهم مش حلو، ومرسيدس طبعا كان عندهم تحدي ان هم قالوا لا احنا ما ينفعش نسكت للعربيه الام بي 4 12 سي دي، واهتموا جدا ان هم البروجكت بتاعهم بقى اللي هو هيكون خليفه الاس ال ار تكون حاجه مبهره وحلوه. ومرسيدس اهتموا جدا ان العربيه دي تبقى ناجحه، لدرجه ان دي اول عربيه في تاريخ مرسيدس ما تتعملش بيزد على حاجه، يعني دي كانت اول عربيه تتعمل من شركه اي ام جي من ورقه بيضاء. يعني دايما عاده اي ام جي كان بيبقى عربياتهم موجود منها عربيات عاديه، دي اول منتج من اي ام جي لوحده كده طالع شيطاني. ومن اكتر الحاجات اللي حببت الناس في العربيه دي وكانت من سر نجاحها ان هي كانت عربيه مميزه. العربيه دي من 2010 ل 2015 اتعمل منها 12000 نسخه بس، وده كان من الاسباب اللي خلاها عربيه نادره وليها قيمه. وفي نفس الوقت طبعا غير كده تجربه سواقتها والتميز اللي فيها وشكلها وبيبانها والحاجات اللي كلها هنتكلم فيها دي. وبص عليها دلوقتي، يعني العربيه دي اول ما نزلت كان مين المنافسين الاساسيين بتوعها؟ الفيراري 458 وطبعا الماكلارين الام بي 4 12 سي، وكان ساعتها الاودي الار 8 الفي 10. اتفرج دلوقتي الثلاث عربيات اللي انا قلتهم دول اسعارهم كام في السوق، والعربيه الاس ال اس سعرها كام؟ عربيه ليها قيمه وقامه لوحدها. هنتكلم بقى في النقطه دي عن تفاصيل كتيره عن الاس ال اس وفكرتها وتصميمها والحاجات دي كلها. طبعا اس ال اس اختصار لسوبر سوبر لايت سبورت ولا ريسنج، انا مش فاكر، لا سوبر لايت سبورت اعتقد. استنى خليك معايا عشان انا الموسم تعبني. سوبر اختصار ايه يا ابني؟ سوبر لايت سبورت. وطبعا هي الديزاين بتاعها مستوحى من العربيه الاسطوريه اللي اسمها 300 اس ال الجول وينج، اللي هي كانت بتبان بتفتح لفوق. طبعا الاس ال ار برده كانت نفس الكلام، ولكن الاس ال ار كانت شكلها مودرن شويه، عربيه حديثه. الاس ال اس تعتبر ريترو مودرن. يعني ايه ريترو مودرن؟ يعني اللي هو ايه، قديم على جديد مستوحى. واخدين بالكم ازاي؟ طبعا من اكتر بقى الحاجات اللي حببت الناس في العربيه الاس ال اس هي فكره البيبان الطياره دي، الجول وينج دورز اللي بتفتح لفوق دي من اكتر الحاجات اللي نجحت العربيه واللي حافظت على قيمه العربيه على مر السنين. يعني العربيه دي بتتباع لغايه دلوقتي غاليه بسبب البيبان دي. والدليل على كلامي ان العربيه دي مرسيدس بعد كده نزلوا منها واحده روتستر اللي هي يعني سقفها قماش وكان بيبانها بتفتح عادي. العربيه دي قيمتها اقل كتير من الاس ال اس اللي هي الجول وينج اللي هي ام بيبان محدثه. طبعا بقى من اغرب الاشياء كمان في العربيه الاس ال اس هي فكره البروبورشنز او الابعاد بتاعه العربيه. لما تيجي تبص عليها ده يعتبر تقريبا يعني اطول كبوت عربيه مرسيدس شفناه في حياتنا. الكبوت طويل جدا وانت قاعد شبه على العجل الخلفي، فهي الدرايفنج بوزيشن واحساسها في السواقه جميل جدا. وبعدين من كتر ما الكبوت طويل الموتور بتاع العربيه اللي لسه هنتكلم عليه مكانه مش حتى على العجل القداماني، هو مكانه ورا خالص. فالعربيه دي تعتبر ميد انجن، يعني تعتبر مصنفه اكنها عربيه موتور وسطي، بس هي الموتور جاي ورا العجل. بص الفرق ما بين العجل والكابينه قد ايه، فاغلب الموتور محطوط ورا العجل، فده عامل لها بالانس كبير جدا. طبعا مع البيبان الجميله ومع كمان السبويلر الخلفي ده اللي هو بيفتح على سرعه معينه علشان ايه، يثبت ظهر العربيه على الارض. وطبعا الفوانيس هي العربيه تصميمها سيمبل ولكن في نفس الوقت ايه، تحبه يعني جميل.
النقطه اللي جايه دي كانت بقى مربط الفرس في الخناقه اللي كانت حاصله ما بين مرسيدس وماكلارين، لان طبعا دي احنا هنتكلم عن الموتور، وطبعا كان مهم جدا ان اداء العربيه الاس ال اس يبقى احسن من اداء الاس ال ار. الاس ال ار دي كانت عربيه 626 حصان، كانت قويه جدا، فكان مهتمين مرسيدس ان هم يبقوا اداء العربيه حلو. انا هحاول افتح لكم الكبوت عشان اوريكم الموتور، ولكن انا ما وعدكمش اني الاقي الكبوت، لان انا ما اعتقدش ان الكبوت هنا. يا عيني عليا والله انا واد اكزوتيك. بصوا بقى، سخنه هتلسع اهو. بصوا بقى، بصوا الهيبه بتاعت هذا الشيء. العربيه دي طبعا ده موتور اي ام جي صنع باليد من واحد اسمه جين سليتلي، زي ما قلت لكم في النقطه اللي فاتت. بصوا الموتور ورا العجل قداماني، فالعربيه دي ليها بالانس جامد جدا. ايه الموتور ده بقى اللي مرسيدس بقى استخدموه او اي ام جي استخدموه نقدر نقول؟ هو 6200 سي سي 8 سلندر ان اي، متوصل بجير بوكس 7 نقلات ديول كلاتش، ودي كانت حاجه بتميزها عن الاس ال ار. الموتور ده بيطلع 570 حصان و650 نيوتن. الموتور كان فيه عزم قوي جدا وهاي ريفنج. الموتور فانك يبقى موتور في 8 هاي ريفنج بيطلع كل العزم ده، دي حاجه حلوه بالذات ان هو ان اي. طبعا كل الباور ده متوصل على العجل الخلفي، وناس كتيره اتكلمت ان العربيه دي كان الهاندلنج بتاعها على قد ما هي ممتعه وبالانس، بس برضه فيها حته كده مجنونه، وكانت العربيه دي معروفه قوي بكده يعني. طبعا العربيه عندها القدره ان هي تتسارع من 0 ل 100 في 3 ثواني و7 من 10 تقريبا، وكانت بتوصل لسرعه قصوى 315 كيلو في الساعه. ومن ضمن الحاجات اللي كانت بتساعدها في الموضوع ان العربيه دي الشاسيه بتاعها كله كان معمول من الالومنيوم، فده ساعد ان وزنها ما يبقاش تقيل قوي. كانت تقريبا 1615 كيلو، وده مقارنه بالاس ال ار. الاس ال ار كانت 1750 كيلو، وحطوا في اعتباركم ان الاس ال ار كانت الشاسيه بتاعها كربون فايبر كله، ده شاسيه الومنيوم، فده بيبقى اتقل شويه. ففي الواقع لما تيجي تقارن العربيتين دول ببعض، الاس ال ار كانت عندها رو باور اكتر، يعني اللي هو جري على ستريت لاين على سرعات عاليه. الاس ال ار كانت اقوى من الاس ال اس، ولكن الاس ال اس في العالم الحقيقي كانت احسن. ليه؟ لان هي العربيه كان فيها تكنولوجيا اجدد بكتير من الاس ال ار، والفتيس اللي فيها كان احسن من الاس ال ار بكتير. الاس ال ار كان فيها اوتوماتيك 5 نقلات عادي، فكان استجابتها حلوه، وبالتالي كان على التراك كمان كان البالانس بتاعها وتوازن العربيه على التراك كان احسن. فمرسيدس عملوا اللي هم عايزينه، يعني كانوا حابين ان هم يحطوا على الاس ال ار بشكل معين، وقدروا يحطوا شويه. هننتقل بقى في هذه النقطة للمقصورة الداخلية اللي هي كمان بالجلد الأحمر حكاية. يعني طبعا الدخول هنا مهم قوي في العربية دي، إن أنت ممكن تخبط دماغك في الاس ال اس، هنا يجي لك ارتجاج في المخ، يجي لك شرخ في الجمجمة، فأنت لازم تبقى داخل فاهم كويس قوي أنت شايف إيه، ومهم وأنت خارج كمان، لأن ده بيبقى منظرك ده من وأنت بتوصل. يعني تخيل نفسك في الاس ال اس كده واصل مثلا النايت كلاب او فاتح الباب وعامل منظر، تروح نازل تروح ملسوع في قفاك في الباب، فطبعا ما بيبقاش حاجة حلوة. فهوريكم الدخلة. طبعا العتب هنا عالي وطويل، بس بتحس انك انت داخل على الكبانيه كده، بتشقلط الامبوله كده لجوه. بص زي الزحليقه كده، هوبا. بص رجلي بقت عامله ازاي، هوبا كده. وبعد كده تبدا تدخل رجلك حته حته وتخش في المقصوره، اللي في ناس كتيره شافت ان هي مش مميزه للدرجه، ولكن انا كنت شايف ان هي ريترو. يعني فكره الفتحات التكييف اللي هي عامله زي بتاعه الطيارات كده شويه، الفتيس اللي هو يعني العربيه كانت مختلفه، يعني انا شايفها مختلفه. حتى العدادات بتاعتها بالنسبه لي شكلها مميز ومختلف، وقعدتها مميزه، وبالذات كمان ان السقف كمان بيفتح معاك، الباب بيفتح بالسقف، فدي كانت من الحاجات الجميله اللي في العربيه. ناس كتيره بقى كانت بتقلق جدا من فكره، يقول لك مثلا ايه، وطبعا دي الناس المتشائمه اللي هي يعني بومه، عارف انت الشخص البومه، يقول لك ايه لو لا قدر الله اتقلبت في الاس ال اس اعمل ايه، لان الباب ده من الاخر كده غير ان هو بيقفل كده وبيقفل بالسقف، لو انت واقع على سقفك بتعمل ايه؟ هي العربيه اصلا فيها سنسور اوتوماتيك بيعمل ايه، ان العربيه لو حست ان هي مقلوبه على سقفها، البيبان دي فيها مفجر، فبيروح ايه، بيروح مفجر الباب فيتفتح الباب عشان انت تعرف تخرج، لانك هتبقى محبوس مش هتعرف تخرج من العربيه والعربيه على سقفها، لان الباب بيفتح بالسقف. بس انا كان خوفي ان المفجر يفجر في دماغي، لان انا طبعا ما المفجر ده هيفجر هنا وانا دماغي اهي والمفجر اهو، فانا مش عارف ده بيشتغل ازاي، ومش حابب ان انا اجربه الحقيقه. اللقطه اللي جايه دي بقى من ما يميز الاس ال اس جدا، وهو صوتها، لان الموتور ده ال 6.2 ده نزل في فيرجنز كتيره جدا، او في يعني موديلات كتيره جدا من المرسيدس، ولكن هنا كان صوته مميز قوي، فانا عايز اسمعه لكم لان هو جميل. طبعا العربيه بتدور هنا من الزرار ده، تفتحيها كده وبعدين ايه تسمعوا بقى دواره، وهتسمعوا صوت جميل. بصوا بسمعوا بقى، صوتها جبار جبار جبار. اسمعوا يعني تقدر تقول ان دي من العربيات المرسيدس اللي تقدر تقول عليها اكزوتيك
بقلبك يعني. نطلع ناخدها لفه كده سريعه مع بعض واوريها لكم، وبعد كده ايه نختم كلامنا. طيب الجميل بقى اللي اتعمل السنه دي في موسم الرياض وفي معرض 7 كونكورس ان هم عملوا زي ما تقول حلبه صغيره كده، طريق تقدر تمشي فيه وتقدر تجرب العربيه فيه. فده هيساعدنا المره دي ان احنا نجرب العربيات ونتحرك بيها ونوريكم هي عامله ازاي. طبعا الاس ال اس زي ما قلت لكم في الريفيو ما يميزها ان البالانس بتاعها، العربيه متوازنه قوي بالرغم ان هي موتورها قدام بس هو ورا العجل القداماني، فتحس ان انت دايما في الملفات السريعه وبتاع العربيه فيها بالانس حلو. وبعدين من اكتر الحاجات كمان اللي بتميز الاس ال اس هي ان العفشه بتاعتها او السسبنشن بتاعها بيمتص الطريق. يعني انا ركبت العربيه دي في مصر قبل كده وعلى سرعه في شوارع مصر وبتاع، العربيه ما بتحسش ان هي بتدبدب زي عربيات سبور كتير، لا العربيه تحسها كده ايه بتتعامل معاك بشكل محترم يعني. وطبعا ما يميزها اكتر حاجه في عربيات دايما بتبقى تجربه سواقتها اكتر حاا بتميزها هي الموتور، فموتورها شخصيته دوميننت قوي، يعني شخصيه الموتور اقوى من شخصيه العربيه نفسها، وده هتفهموه لما ندوس بالعربيه وتسمعوا صوتها وتحسوا انتوا مش هتحسوا بحاجه، مش شايفين اللي انا شايفه بس ايه، بس هتحسوا دلوقتي باللي انا بقوله. طبعا الريسبونس بتاعها وصوتها جبارين، وفكره ان هي ان ايه موتور ان ايه ده بيخليها واحده من اكتر عربيات ريسبونسيف. بصوا طبعا على التراك وفي الملفات العربيه ثابته جدا، بس في نفس الوقت من غير هربده، وده اللي بيميز الاس ال اس بصراحه، من غير دراما كتير هي بتعمل اللي انت عايزه. بس برضو شخصيتها من غير تراكشن بسمع ان هي ظهرها بيبقى عايز يلعب ومجنون شويه، بس يعني تحفه. انا ملاحظ ان محمد مستمتع، محمد مشقيينه معانا، بس من العربيات بجد اللي فعلا مختلفة عن أي مرسيدس تانية ممكن تركبها في حياتك، يعني مختلفة خالص يعني. تبقى وتظل المرسيدس الاس ال اس واحده من اجمل والطف واحلى العربيات اللي مرسيدس عملوها في تاريخهم، وحقبه ذهبيه جت في وقت كانت الصناعه بتبدا تختلف وبتتغير، لكن هم عرفوا ازاي يستخدموا الريسورسز بتاعتهم بشكل جميل. الاس ال اس عربيه جميله وبحبها جدا، وناس كتيره طلبتها، وعشان كده مخصوص قلت اصورها لكم. وسبحان الله زي ما قلت لكم كنت هصور اخت العربيه دي من حوالي كام 10 سنين مثلا وما توفقتش، لكن الحمد لله صورناها لكم، وهنصور لكم لسه حاجات تانية بس انا مش عارف اروح فين واجي منين. وشايفين خدتوا بالكم من تفصيله ان انا سايب البيبان مفتوحه على طول، البيبان سايبها مفتوحه طول الريفيو، ده ان دل على شيء يدل قد ايه انا بني ادم عاشق للاحداث، ما بقدرش اعيش من غيره.